نعمان مكسوس، أستاذة جامعية، سوسيولوج مختصة في علم الاجتماع. حنا اليوم تنتواجدوا في المقر ديال الإنصاف، وتنعرفوا بأن إنصاف تكلفت هذه سنة وهي تتكلف بهذه البنيته سنة، هذه عام وهي دعمتها، تكلفت بها، جعلتها باش يكون عندها جميع الإعانة أو يعني حتى من ناحية ديال الطب والطب النفسي إلى آخره، ساعدتها حتى ماديا. انصاف دخلوها للمدرسه وحنا تنعرفوا هذه البنيته ما قراتش. علاش ما قراتش؟ لان المدرسه تتواجد 6 كيلومتر من الدار ديالهم وكاينه غابه. الاب كان خايف على بنته الا تغتصب، مسكين كتب عليه الله حتى يعيشوا هذا المحنه او المأساة. طيب اذا حنا الانصاف هذا هو اللي كان العمل ديالها. ثم من بعد عام ملي تبين بان راه المجرمين خداو يلاه ما بين 18 شهر وعامين، هنا فاش تطلب مني باش ننشر هذه الفضيحه، باش نتوما الاعلام، نتوما المجتمع المدني والراي العام يعني يكون عنده حتى هو يعرف بان راه كاين واحد الفضيحه اللي تيخصنا لابد نجمعوا الجهود ديالنا باش ما تعاودش تكرر. هنا فاش درت هذه الرساله مفتوحه ما عرفتش لمن نديرها، درتها لوزير العدل اللي هو من بعد دا موقف وقال بانه حتى هو تيحس براسو بانه مضرور ولو ما كانش الدور ديالو. المهم اليوم حنا متواجدين اذا هنا في المقر ديال الانصاف مع الصحافه، ندوه صحفيه، والوجود ديالكم انا بالنسبه لي يعني تعجبت اللي شفت الصحافه اللي جات اليوم، واحد الوجود اللي ما كنتش تنتظر. ثم وجود اللي تيبان ليه هاد الوجوه كلهم شباب. ملي تنشوفكم تنشوف تكون نتوما كلكم شباب وانتوما اللي تتمثلوا الشعب المغربي. فوقاش المسائل غادي تغير؟ احنا اليوم خصنا نغيروا عقليه. تنتكلموا على حكم، ولكن حكم راه ناتج ايضا على عقليه ديال المجتمع اللي هو قاسي مع الفتيات اللي تغتصبوا او حتى مع الوليدات ملي تغتصبوا. راه الوالدين ما تيقولوهاش، البنت ايضا ماشي دائما تيبلغوا. علاش؟ لان تيخافوا من النظره ديال المجتمع وديك القساوه ديال المجتمع. وانتم اليوم الشباب انتم تتسالوني، ولكن انا دابا تنجاوبكم بان انتم عندكم واحد الدور اللي تيخصكم، عندكم مسؤوليه باش هاد التمثل اللي عند المجتمع ديال النساء او النساء اللي هما تيغتصبوا يتغير، باش كل واحد نعطيو حقه.